أحبة الكرام، المحبة شعور جميل يفرح بها المرء إذا وقعت له في قلوب الناس. المحبة شعور جميل يفرح المرء بها إذا وقعت له في قلوب الناس، وكلما كبر قدر الذي يحبك ازداد شعورك بالمحبة فرحا وطرت بها لذة ومرحا. وأعظم من تطلب محبته من الناس هو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أعظم من تطلب محبته من الناس هو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم، أن يحبك النبي، أن يحب كلامك إذا تكلمت، ويفرح بفعلك إذا تصرفت، ويأنس بك إذا رآك، ويشفع لك في العرصات، ويثني عليك في الجنات، فيقول مظهرك كمظهره، وثوبك كثوبه، وكلامك كلامه صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم، ليست العبرة أن تحب أنت النبي، ليست العبرة أن تحب أنت النبي، فلا عجب في ذلك، فهو الذي جاهد لحفظ هذا الدين وقام بحق رب العالمين، ولطالما دعا لك وللأمة وقال ربي أمتي أمتي، إنما الفوز العظيم أن يحبك النبي، إنما الفوز العظيم أن يحبك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فسل نفسك يا عبد الله، هل لو رآك النبي لأحبك؟ هل لو رآك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لأحبك؟ هل لو رآك وأنت مقيم على الذنوب لأحبك؟ هل لو رآك وأنت تنتهك الحرمات وتنتهك الأعراض لأحبك؟ هل لو رآك وأنت تسب فلانا أو فلانة لأحبك؟ هل لو رآك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وأنت تمشي بين الناس بالنميمة لأحبك؟ هل لو رآك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وأنت تغتاب فلانا أو فلانة، وأنت تأكل لحوم الناس بالباطل لأحبك؟ هل لو رآك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وأنت تغش في سلعتك لأحبك؟ هل لو رآك النبي وأنت تقطع الطرقات لأحبك؟ هل لو رآك النبي وأنت تكفر الناس لأحبك؟ هل لو رآك النبي وأنت تقتل المسلمين لأحبك؟ فلقد صدق النبي صلى الله وسلم وبارك عليه الذي قال عن بعض هؤلاء الذين يقتلون الناس ظلما وعدوانا بغير حق على أنهم كفار في حديث طويل الشاهد فيه أنه قال صلى الله وسلم وبارك عليه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون المسلم أما الكافر يسيبوه. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم. فهل لو رأتم النبي يا من تقتلون المسلمين بغير حق، هل لو رأتم النبي وأنتم تكفرون من يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأحبكم؟ هل لو رأكم النبي وأنتم على هذا لأحبكم؟ تقتلون من يقول لا إله إلا الله وتتركون من لا يعبد الله. يقتلون المسلمين ويتركون أعداء الإسلام يحتلون بلاد الكفر. من منا أصبح الآن يسمع خطيبا على المنبر أو في إعلام أو في أي وسيلة إعلامية يتكلم عن اليهود؟ من منا أصبح
أصبح يسمع إماما يخطب على المنبر وهو يدعو على اليهود. أصبحنا في ماذا؟ أصبحنا ننشغل بحالنا. هكذا أصبحنا، تركنا من اغتصبوا أراضي المسلمين وانتهكوا الحرمات ونتقاتل فيما بيننا. فهل هذا هو الإسلام؟ فهل لو رآنا النبي على ذلك لأحبنا؟ فسن السكى يا عبد الله، هل لو رآك النبي لأحبك؟ هل لو رآك النبي وأنت تقوم بقطع الطريق لأحبك؟ هل لو رآك النبي وأنت تقطع إشارة مرور وتخالف لأحبك؟ طريق ملك، أنا حر، تسير في اتجاه المخالف، أنا حر. فهل لو رآك النبي وأنت تفعل ذلك وتضيق على المسلمين لأحبك؟ سن نفسك يا عبد الله، هل لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه لأحبك؟ فهو الذي اشتاق أن يراه وتمنى أن يراه، وقال لأصحابه يوما: وددت لو أني لقيت إخواني. فقال له أصحابه: أولسنا نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. أرأيت يا أخي، فأنت من إخوانه. اشتاق النبي إليه، اشتاق أن يراه. نبيك المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه قال: وددت لو أني لقيت إخواني. نحن إخوان النبي، نحن إخوان النبي. تمنى أن يرانا، فعلى ماذا يرانا؟ يرانا على المعاصي أم يرانا على الطاعات؟ يرانا ونحن نتقرب إلى الله بالطاعات أم يرانا ونحن نتقرب إلى الشيطان بالمعاصي؟ على أي حال يرانا النبي؟ وبأي طريقة نتمنى أن يرانا عليها النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه يقول لأصحابه: وددت، يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أن يرانا. هو والله يحبك يا عبد الله، هو والله يحب الأمة المسلمة العفيفة الطاهرة، هو والله يحب الأمة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. أخي، سن السكن، هل تحب النبي؟ هل تحب النبي؟ كلا، ما قصدت بالحب عدم القرب، ولكن هل تشعر بحب النبي؟ هل تحبه من قلبك؟ هل يتحرك قلبك عند ذكر اسمه؟ هل تحس بالشوق والحنين إليه؟ هل يداعبك الحنين بالقدوم عليه؟ هل يداعبك الحنين بالقدوم عليه؟ هل تحبه؟ هل لك في حبه؟ أتفكر به كما يفكر الحبيب بحبيبه والقريب بقريبه؟ أتفكر به كما يفكر الحبيب بحبيبه والقريب بقريبه والأنيس بأنيسه والجليس بجليسه؟ هل تحبه؟ أيشغل عليك عقلك كل ساعة؟ صلى الله وسلم وبارك عليه. أيشغل عليك عقلك كل ساعة؟ أيملأ عليك فكرك كل لحظة؟ خبرني، كيف تحبه؟ ما هو بقلبك وما قلبك به؟ ما هو بقلبك وما قلبك به؟ أتزول الدنيا ولا يزول حب النبي من قلبك؟ أتزول الدنيا ولا يزول حب النبي من قلبك؟ أتنهار الحياة ولا يزول حب النبي من قلبك؟ أيسفك دمك ويدق عنقك وتقطع مفاصلك ولا يزول حب النبي من قلبك صلى الله وسلم وبارك عليه؟ أتنكسر رأسك ولا يزول حب النبي من قلبك؟ ها أخي، ها يا أمة الإسلام، ما قولنا؟ كيف
حنينك لرسول الله؟ كيف حنين الأمة لرسول الله؟ كيف هو شوق الأمة إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ كيف حنينك إلى رسول الله؟ كيف شوقك إليه؟ كم مرة تتذكره في اليوم والليلة؟ كم مرة تتذكره في اليوم والليلة؟ كم مرة يشغل عليك عقلك في كل لحظة؟ لو نطق قلبك باسم حبيبك أكان يقول محمد؟ لو قلب الإنسان اتكلم واتسأل انت فيك ايه يا دي القلب؟ مين اللي في قلبك؟ تحب مين؟ تحب الدنيا؟ بتحب السلطة؟ بتحب الكرسي؟ بتحب المنصب؟ بتحب المال؟ بتحب الأولاد؟ بتحب الزوجة؟ لو نطق قلبك باسم حبيبك كان يكون محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. لو نطقت قلوب الأمة أكانت تقول إن الذي فيها هو محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. لابد أن تقف هنا لحظة، بل لابد أن تقف الأمة بأسرها وتسأل نفسها هل هي فعلا تحب النبي؟ هل هي فعلا تسير على هدي النبي أم ماذا؟ سل نفسك يا عبد الله، هل تحب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؟ انظروا إلى ثوبان وكان خادما لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. كيف كان حب النبي في قلب ثوبان عندما غاب عنه يوما؟ طال اليوم والنبي غاب عن ثوبان